6 مشاهد بتلخص موقف محمد رمضان تجاه الأزمة الفلسطينية، مشهد منهم اتهم العرب بالجبن فيه. المشهد الأول: التزام الصمت. قرر محمد رمضان يلتزم الصمت وما يظهرش أي آراء خاصة بيه في بداية الأزمة، واللي بدأت بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر. وبعد ما الأمور اتطورت والأحوال اتبدلت لما قرر الاحتلال قصف البيوت في غزة، خرج مجموعة كبيرة من الفنانين رافضين اللي بيحصل وداعمين للشعب الفلسطيني، وتظاهر من خلال منشوراتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الفنانين المساندين للشعب الفلسطيني هم تامر حسني وياسمين صبري وهنا الزاهد ونجوم تانية كتير. المشهد الثاني: دعاء صادق. بعد ما تم الهجوم على محمد رمضان بسبب انه معلقش على القضية الفلسطينية، قرر انه ينشر فيديو يدعي فيه لأهل غزة، وتزامن وقت نزول الفيديو ده قبل بداية حفلته في كوت ديفوار. بس طبعا محمد ما سلمش بالانتقادات، والناس هجمته انه ازاي يروح يعمل حفلة والشعب الفلسطيني بيتم حرمانه من ابسط حقوقه. وده الشيء اللي دفع محمد رمضان انه يبرر موقفه، فقال: ما اقدرش انقطع عن عملي نظرا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية، ولن أخون الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية. أنا وكل فريق عملي ومؤسستي نعمل من 3 أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم. وفي صلاة الجمعة الماضية في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعا. المشهد الثالث: اتهام بالتطبيع. في ظل انشغال الجمهور بقصف الشلة إياها لغزة، اتفاجئوا بنشر محمد رمضان مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على انستجرام، واللي ظهر فيها مع مطربة أجنبية لابس لبس غريب شبه رمز كيان ولاد العم، وده بدوره اللي دفع الجمهور لهجوم قوي ضده واتهمه بالتطبيع. المشهد الرابع: مساج الاستفزاز. نشر الفنان محمد رمضان ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام يوم الأربعاء هو بيعمل مساج لظهره، الشيء اللي استفز الجمهور لأبعد الحدود، لدرجة انهم قالوا: الناس في ايه وانت في ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وبالرغم من دعمه للشعب الفلسطيني بستوري قال فيها: اللهم صبر أهالي شهدائنا في غزة وفي كل مكان وارزقهم الصبر والنصر والاستقرار، إلى أن الجمهور فضل ساير ضد. المشهد الخامس: عروبة مهزوزة. بعد نشر محمد رمضان لفيديو مساج ظهره، الدنيا قامت ما قعدتش، حتى الجمهور اللي بيحبه صار عليه. وقدام الهجوم ده كله اضطر محمد رمضان لحذف فيديو مساج ظهره بعد ساعات قليلة من نشره، بس ده ما عنداش بالساهل، والجمهور ما هديش، بالعكس ده هاجمه أكتر، لدرجة إن الجمهور اتهمه وقال: عربيتك مهزوزة. محمد رمضان عشان يهدي الدنيا دعم القضية من تاني، وقال عبر حسابه الشخصي على انستجرام: فلسطين حرة مستقلة. المشهد السادس: رد اعتبار. قرر محمد رمضان يخرج عن صمته ويتكلم بشكل عميق عن الأزمة الفلسطينية، واتكلم وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته ومنصات التواصل الاجتماعي: ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. كم من الرسائل اللي بتجيلي تطلب مني ونزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ وكمل كلامه وقال: عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وطيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي، ونشتري غيرها هنستخدمها إمتى؟ وختم كلامه وقال: صوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برا يعرفوا ان احنا بننضرب. وانت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. مين هيدافع عن عربي زيك؟ ما نقول كلام عاقل. وبعد ما حكيت لكم عن ابرز مواقف محمد رمضان تجاه الازمة الفلسطينية، يا ترى ايه اكتر موقف اتضايقتوا منه واكتر موقف حبيتوه ليه؟